السلام عليكم، معكم لي صافيغ دو كاري، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم تدبيرة اللي هي أفخاذ الدجاج محشيين بالرز وفيونداشي. يعني هاد التدبيرة خبيوها في عينيكم، سورتو المرأة الخدامة ولا المرأة اللي تربي. فوالا هاد الطريقة ديروها وما تندموش وما تخافوش، ما راحش تتكونجلا أطول مدة. يعني شهر رمضان بالخف يجوز، كل يوم تجبدوا حاجة. كي رحت نشري لي كويس قلتلو ديزوسيهم لي واعطيهم لي انايا. شوطهم بيان سور، وكي جبتهم للدار غسلتهم بالخل والملح وشلتهم مليح مليح بالماء شحال من خطره. حكمت الموس تاعي وراني نزيد نقطع في هذوك الطرف اللي جاو خشان شويه. شوفوا كيفاش درتهم، ونزيد نقطع كاش لحمه اللي ما تنتكلش نحيها. هنا ندير ساشي ونزيد نكرازيهم غير بالعقل بالمارطو، وما تفورسيوش عليهم باسكو حتقطع لكم الجلده. الا تقطعت راح يخرج لكم الحشو من الداخل. شوفوا كي كرازيناها كيفاش كبرت شويه ورققت لنا هكذا باش طيب فاسيلمون. وهاد الافخاذ تاع الدجاج واش نديرو بهم؟ نجبدوهم في رمضان، نقدروا نديروهم طاجين جلبانه، نقدروا نديروهم طاجين الزيتون. يعني يجيو ما شاء الله، نطيبوهم عادي في القدره. ومن بعد اللي تحب تحمروا تقدروا تكومبانيوه مع لي فريت ولا الكباب. عندكم مية حاجة تقدروا ديروها. يعني كي يحق وقتهم راح ندير بهم وصفات، واكيد راح نشارككم الوصفات دياولي في رمضان ان شاء الله. هنا في ريسيبيون راح نعصر نص حبة تاع قارص، وندير حوالي 5 مغارف تاع الزيت، ومغرفة صغيرة تاع لاموتارد. ولي زيبيس عندي فلفل عكري، فلفل كحل، كركم، زنجبيل، توابل تاع شاورما. وعندي 5 سنينات تاع الثوم، نرحيهم ولا نربيهم ونحطوهم لداخل، ومغرفة كبيرة تاع الزبدة، ورشة تاع المعدنوس كيما راكم تشوفوا، ونخلطوهم مليح مليح. هنا نحكم بانسو ونبدا نيطالي كامل لي كويس ديالي بلا ماريناد اللي درناها. شوفوا يعني درت من اللور ومن القدام، يعني باش يتشرب لنا مليح مليح. يعني ندهنوهم بلا شفقة، يعني نشربوهم تخي تخي بيان. انا نكملهم كامل. وإذا طيبتوهم لو جور ميم زعما ما كونجليتوهمش، هاد الخليط ديروه 3 سوايع ولا 4 سوايع من قبل باش يتشربوا لنا هادوك لي كويس ويعطيو هذيك البنه تاع لا ماريناد. ونقول لي زابوني تاوعي جدد، نقول لكم مرحبا بكم داركم. ما تنساوش ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش كل ما نحط وصفه راح يلحقك الشعار تاع الوصفه ديالنا. فوالا ما تنساوش ديروا جيم وديروا البارطاج هكذا باش تعم الفائده على الجميع. فوالا بعد ما كملناهم ندير لهم ساشي، نغطيوهم مليح مليح ونحطوهم في الفريجيدير. هنا نروحوا لافارس تاعنا. غليت حوالي 100 غرام تاع الرز، الماء والملح، ودرت لها شويه تاع لا فيونداشي ولا دند اشي، يعني غير للبنه برك. هنا قليت بصله في شويه زيت حتى ولات كراميليزي، درت لها حوالي 2 مغارف، ودرت حفنه تاع معدنوس و2 مغارف تاع الزيت، وراني نخلط ونضيف لها لي زيبيس اللي درناهم في الخليط تاع لا ماريناد هكذا ونخلطو. لافارس تاعنا مليح، زدت لها 2 سنينات تاع الثوم. فوالا ونخلطهم مليح مليح. صدقوني هذاك البصل تاع اللي كرملناه يجينا بزاف بنين. هنا راح نواسيو اون فارس واحده اخرى. هذه واسيت بولاشي وحده. درنا البصل مكرمل، ودرنا معدنوس لي زيبيس اللي درناهم كامل في لا ماريناد. فوالا انا درت لكم 2 خلطات هكذا ولا 2 فارس، وانتم لكم الاختيار البنات. كاين اللي تحب الروز وتحب تزكي لا فارس تاعها دير لها الروز، وكاين اللي يحبوا غير الفيونداشي يديروا فيونداشي. زدت لها مغرفه تاع الزبده هذه ومغرفه تاع الزيت ولا 2 مغارف البنات كيما راكم تشوفوا، ونخلطوهم مع بعض. وكل وحده ومقدورها، تحبي ديري غير الرز وحده ديري راح يجيك بزاف بنين. هنا في البول نروحو نبريباريو هذوك لي كويس تاعنا. شوفوا هاد الطريقه سهله بزاف. تحكموا بول تاعكم وديروا هاد الخيوط راهم يتباعوا عند اللي يبيعوا دوزان حلوه. شوفوا تقطعوا 4 خيوطه، يعني ديروا 4 ولا 5 كل وحده. كيفاش تقدر دير هذيك الرزمه ديالها. من الاول درت 2 خيوط كروازيتهم، درت عملية زائد، ومن بعد تبداو ديروا بالواحد حتى تولي عندكم يعني الشكل تاع فيه هدايا. انا البنات هنا نسيت ما درتش طوماطيش مصبره في لا ماريناد تاعي، ما كاش مشكل، انا درت لها مغرفه صغيره ومسحتها في هذيك لا كويس تاعنا. هنا نبدا نفارسي البولي تاعنا. حكمت شويه تاع لا فارس تاع فيونداشي، ودوك راني حطيتها في الوسط وراني نغلق.
شوفوا البنات كيفاش راني نغلق فيها، يعني تاخدوا وقتكم وبالك يخرج لكم في هادوك الثقوب اللي راهم في لي كوتي، غلقوا مليح الكويس تاعكم ومن بعد تبداو تربطوا، يعني تحكموا الخيط الاولاني تربطوا وما تزيروش بزاف بزاف باسكو كي يكون راح يطيب لكم راح يتقطع لكم، كيما تعرفوا كي نكونوا نطيبوا راح يتنفخ لنا سورتو كي فيه لافارس لداخل، فوالا نبدا نربط، نحكم الخيط مع خوه ونبدا نربط فيه، فوالا عملية سهلة والفيديو راهو يشرح فيه نفسه. فوالا شوفوا كيفاش جانا، وكي تكونوا رايحين تشريو لي كويس خيروا كويس يكون شوية كبير هكذا باش يساعدكم في الخدمة. نزيد نربط واحدة أخرى معاكم، هنا راح نديرها بالروز، فوالا نمسح شوية كيما قلت لكم طماطم مصبرة باسكو نسيتها من الأول، هنا درت تاع الروز، تبداو تغلقوا غير بالعقل، شوفوا كيفاش راني نغلق، علاش قلت لكم الجلدة بالكم تقطعوها باسكو راح يخرج لكم لافارس من تم، راح دلكم كارثة. فوالا تحكموا الخيط الأولاني تعقدوه وتزيدوا الخيط الدوزيام، يعني ما تحكموش خيط مع خيط مختلف، احكموا خيط مع الخيط هذاك اللي يكون منا ومنا، فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني وفهمتوا الفيديو. فوالا البنات هكذا ما تزيروش بزاف باش تجيكم خدمة متقونة، ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. فوالا أنا نقول لكم غير جربوا باسكو هاد الوصفات راكم رايحين تلقاوهم في رمضان، كي شغل صدقوهم عليكم، صدقوني أنا ما كدبش عليكم، درت لكم عدة وصفات وإن شاء الله راني كل يوم نحط لكم وحدة جديدة هكذا باش تاخدوا أفكار اللي تنفعكم في سيدنا رمضان. إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا ونصوموا بصحتنا والعافية إن شاء الله. كي تكملوها فيريفيو إلا كان فارغ ولا تعاودوا تسقموه. هنا نحكم هادوك الخيوط نقطعهم باش تكون عندنا خدمة نقية. بعد ما كملناهم شوفوا كيفاش جاونا، نحكم دي بواط ونحطوهم لداخل ونقطعوا لهم دي ترونش تاع القارص هكذا باش ما ياخدوش البنة تاع الكونجيلاتور، نغلقوا عليهم ونخبيوهم في الكونجيلاتور. هنا لافاس كي شاطت لنا شاط لي تاع الرز وشاط لي تاع فيونداشي، خلطتهم مع بعض وضفت لهم شويه فرomاج بلون وبلون دو، خلطتهم مليح مليح. هنا واش ندير راح ندير صويبعات، شوفوا راح نحشيهم بالشيدر ولا الموتزاريلا، يعني واش عندكم البنات احشيوهم سينو ما تحشيوهمش خليوهم هكذاك سامبل. فوالا نديرهم صبيعات، وهادو تاني حين ينفعونا في رمضان تقدروا تجبدوهم نحمرهم في الفوغ ولا نديرهم دي كروكيت ولا نديرهم مع طاجين الزيتون، يعني راح تلقاوهم في عدة وصفات. شوفوا من حاجة قليلة ديروا حاجة كبيرة، انا هادو ما كانوش كاع راح نديرهم، يعني كي شاطت لي لافارس شوفوا هذيك التدبيره اللي جاتني في راسي قلت علاش ما نديرهمش دي كروكيت ولا هكذا صبيعات نقدر نحطهم كيما البوراك، يعني نقليهم بلا شابلور، رايحين تحصلوا على مملحه هايله. تاني كنجيب بواطه نحط انايا بابي الومنيوم ونحطهم لداخل هكذا باش ما يفسدوناش في الكونجيلاتور، كيما تعرفوا الكونجيلاتور راح يفسد الحاجه وشنو حنا ما حش نطولوا عليهم. فوالا نستفهم كامل ونزيد ندير لهم لي طرونش تاع القارص من الفوق، فوالا ونغطي لي بواط تاوعي ونحطهم في الكونجيلاتور. او موا راني هنيت روحي من هاد الشغل الكبير اللي راح يجيني في رمضان. في رمضان نقدروا نديروا المطلوع بنادم يريح شويه يقرا قران. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا البنات، وهكذا رانا كملنا الفيديو تاعي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر، وما تنسوش ديروا جيم بارطاج هكذا باش تعم فائده على الجميع، ونقول لكم بقيتكم سلامه.